السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم جبت لكم وصفة بزاف هايلة راح تسحقوها في رمضان، اللي هي البريوش. راح تديروه للسهرة للسحور، يجي بزاف خفيف. تبعوا الطريقة والمقادير راح يخرج لكم خفيف كي القطن. الوصفة بزاف سهلة. راح تخلطوا النواشف مع بعضهم، من بعد تضيفوا لهم المقادير الأخرى. والسر في هذه الوصفة هي العجينة الصينية اللي راح تخدموها وتخلوها تبرد وتضيفوها للوصفة. راح تحتاجوا في العجينة الصينية نديروا 200 غرام ماء في كاسرونة وتضيفوا لهم راح نعطيكم المقادير يعني في بسمود. ديروا لها الفارينة وتحطوها فوق النار، تخلطوا مليح حتى تتماسك وتخلوها تبرد، وهي اللي حتضيفوها للعجينه ديالنا. وكما نعرفوا نعجنوا مليح بيان سور البريوش تاعنا، واللي عنده بيتخان يخدمها في البيتخان احسن. الكميه تاع الزبده راح نضيفوها بعد الدلك، ندلكو من بعد نزيدوا الكميه تاع الزبده ونكملوا ندلكوها حتى تدخل الزبده في العجين، ونشكلوها كيما حبينا، سواء دوائر سواء ضفيرات كيما حبيتوا شكلوها. راح تجي بزاف هايله، جربوها وما تندموش. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وسلام.